بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. هنقول لك النهاردة بصورة سريعة جدا طريقة حجز العربية الهامكو. طريقة حجز أو خطوات حجز العربية الهامكو. تمام كده، عشان أنا شفت كلام كتير قوي وأقول لكم الشركة مين هي الشركة وفين. الشركة دي اسمها شركة وكيلي، ده الوكيل الحصري للعربية الهامكو. تمام كده، العربية الهامكو ده شركة إماراتية. الشركة اللي هنا شركة مصرية إماراتية. العربية تقفيل محلي، مفيش حد يقولك تقفيل جاي من بره وجاي من جوه. تمام كده، العربية تقفيل محلي. خلاص، نفس الوقت العربية يقولك بترخص، بترخص. العربية ليها وكيلها، هو وكيلها شركة وكيلي، صيانتها 100,000 كيلو أو 3 سنين أيهما أقرب. تمام. مركز الصيانة في السادات. عندهم اسطول عربيات للصيانة، بيروح لك مكانك يصير لك عربيتك. تمام كده. الضمان بتاعك هو فترة الضمان دي كلها العربية بتروح لك، لو انت فين بتقدر تروح لك مكانك، او هي بتقدر تشوف تقدر بتصير لك العربية بتاعتك لو انت مش هتقدر تيجي في مدينة السادات. اتفقنا على كده؟ ده تمام. احجز ازاي العربيه؟ انا بدفع حجز 30% بما قيمته. طب العربيات بكام؟ 625 زائد 1% مصاريف اداريه. دي العربيه الفاضيه اللي هي الهامكو الفاضيه. العربيه اللي هي الكامله 710 زائد مصاريف اداريه 1%. تمام كده. طيب العربيه الجامبو 7000 ب 750,000 زائد مصاريف 1%. لا، اللي بقوله لك ده مفيش حد هيقوله لك، ولا الاسرار دي بقى اللي هي بتطلع بقى، دي بقى الخبايا اللي بتطلع بقى. ده بقى اللي هو اغتصاب العقول بقى، اللي هو يدي لك حاجه بسيطه كده ويدي لك حته ملبسايه تيجي تلاقيها كلها سم من جوه. خلاص اتفقنا على كده؟ تمام. طيب العربيه اللي هي 8000 ب 850,000 جنيه اللي هي الجامبو ال 8000. اتفقنا. احجز يبقى 30%. اروح البنك، اي بنك من البنوك، اي بنك كمان، مش شرط الاربع بنوك اللي احنا قلناهم، القاهره والاهلي والشركه المصريه للتنميه الريفيه والزراعيه. ده مكتب في قلب المكتب ده في قلب على فكره في قلب البنك الزراعي. كل بنك زراعي ليه الشركه المصريه للتنميه الريفيه والزراعيه. حتى ممكن تبقى تبع البنك الزراعي، ممكن تروح البنك الزراعي وتعمل الخطوات اللي انا اقول لك عليها دي. خلاص. البنك، بتروح البنك تقول له انا عايز ادفع في رقم حساب الشركه المصريه الاماراتيه اللي هي شركه وكيلي، اختصارا اللي هي شركه وكيلي، بس هي الشركه المصريه الاماراتيه ليه رقم حساب، ليهم رقم حساب. بتدفع ال 30% مقدم الحجز للعربيه دي. انت بتدفع ده ليه؟ عشان يجي لك عرض سعر، عشان بس نفهم كده الموضوع، يبقى احنا مركزين. يجي عرض سعر، يجي عرض سعر للعربيه. هتدفع الفلوس في البنك، وانت بتقول موظف البنك اللي هو في المشروعات الصغيره، يا فندم بعد اذنك ابعت لي، انا جاي عشان عايز العربيه دي، وبدفع الفلوس دي في الايه في رقم الحساب ده. خلاص كده. طبعا دي الناس اللي كانت بتتفرج على العربيه من مدينه السادات وكده، زي ما انتم شايفين، مدور لكم الفيديو خلاص. انا بتدفع ال 30% وتقول له انا عايز العربيه دي، عايز احجز العربيه دي. هو طبعا بعد ما ما بيشوف الاي سكور بتاعك اللي هو لو انت ما عندكش مشاكل وكده، يقدر ان هو يدي لك بالقسط، مفيش مشكله خلاص. وهو بقى بيطمن، انت بتقول له بقى انا ايه اللي محتاجه مني، وكل الاوراق دي كلها بتتكلم في البنك، ما تكلمنيش انا ولا بتكلم الشركه. خلاص، هيك مالهاش دعوه، انت تروح البنك، خلاص البنك موافق لك، خلاص تمام التمام. تروح دافع الفلوس. بعد ما تدفع الفلوس هو بيورد الفلوس، هو بيروح باعت عرض سعر للشركه يا شركه، او انت بتروح باعت بقى، انت خلاص عرفت الواتساب بتاع الشركه، بتروح جاي الشركه، يا شركه انا عايزين عرض سعر. البنك بيبعت باسم فلان فلان، او انت بتبعت باسم انا اهو، انا حجزت اهو، وادي ايصال التوريد لصالحكم. تمام كده. ايصال التوريد ده يبتدي ان هو يبعت، الشركه تروح باعت عرض سعر. اتفقنا. بياخد يوم، بياخد يومين، مفيش مشكله. على فكره الفيديو ده لسه مسعد بيخرم الجيركن عشان الزيت، بسبب الزيت المضروب. هو غير الجيركن هنا، بصوا. تمام. بس قالوا ليه؟ يقول لك عشان ما فيش حد يستعمله. خلاص.